قلعة بنص البحر وشط بياخل على قد ما حلو. وين؟ رح خبركم بآخر الفيديو. المنظر من فوق بجنن، انت عم بتشوف بحر وبنصه قلعة. انا بحياتي ما شفت هيك شي. سلام من صفحة سافر مع بيرو. اليوم نحن بمرسين تركيا وبقلعة بتجنن قد ما حلو. بصراحة من الشغلات اللي كتير صدمتني بمرسين تركيا هي قديش الشطوط هنيك نظيفة. يعني شوفوا لي هالمي منظفة، مستحيل انت عم تشوف كل شيء تحت المي حتى تدرج الالوان. وعلى هيك شط قصة فوق كل هاد انت قاعد ومنظر كل الوقت هو قلعة قبالك. منطقة فيها كل شيء، فيها حتى مطاعم بتقدم فطورات كتير طيبة مع هيك منظر حلو. المي للسباحة بتجنن، أبدا ما أنا غميقة. حتى إذا الواحد معه أولاد أو شي أبدا 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 ما أنا غميقة. وفيها كورنيش كتير حلو، كل ما تمشيت كل ما شفت شغلات أحلى وصخور. وحتى في هاد القارب هون محطوط كل الوقت، وحتى فيها محلات كتير جميلة حتى الواحد يتصور. بس أجمل شغلة أنا شفتها هونيك هي كانت قهوة مخباية على الصخور فيها مراجيح. يعني ما ضل أحلى من هيك أبدا. أنت قاعد على المرجوحة عم تشرب قهوتك وقبالك هالمنظر يلي بجنن. والمي تحت نظيفة بشكل مرعب، يعني عم تقدر تشوف كيف السمك عم يسبح تحت قد ما المي نظيفة. منطقة اسمها كوز كاليسي، تقريبا هي ساعة بالسيارة عن مدينة مرسين تركيا. وفيها كتير شغلات حلوة تانية. يعني إذا أخذتوا بيت قريب من هونيك فينكم تشوفوا شغلات صورت لكم إياها بفيديوهات تانية، مثل جنة جهنم، ومثل كمان أطيب عوامات أكلتها هونيك، وأغرب مي شفتها هونيك. فينكم تشوفوا كل فيديوهات على صفحتي. شكرا لمتابعتكم.